ولا يصدها، وركلة الجزاء يلعبها تنحط بالجول الله، ولكن يخلصها. برافو 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 أنيس فتاحين يضيع. قلت لك الجزائر ضيعت ركلة جزاء في لقاء المغرب، وهي تضيع الثانية، ممكن تنعكس عليهم جول، ممكن جول للمنتخب التونسي. يحاول يعدي خطرة وجول جول 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 جول. يا غرائب كرة القدم، يا عجائب كرة القدم، يا عجائب كرة القدم. قلت لك كانت ركلة جزاء هناك للمنتخب الجزائري. يا إثارة الدربيات، يا حلاوة الدربيات، يا متعة الدربيات. هدف يأتي سبحان الله، كان ممكن يكون للمنتخب الجزائري، ولكن ضيعت الجزائر ركلة الجزاء. وها هو من كرة مرتدة، يمكن أول كرة مرتدة يطبقها المنتخب التونسي بالشكل الصحيح والسليم. شوف من خلال تمريرة الأولى، أتت التمريرة الأولى ثم التمريرة التالية، هنا بذل فيها مجهود كبير هذا اللاعب اللي عجبني، صابر. عدى صابر ولعب الكرة عرضية، ولكن هدف عكسي بنيران صديقة للمنتخب أيضا التونسي، لأنيس، للاعب رقم 3، للاعب نعيم عبد الحميد. إذا اللاعب صابر، قلت لك نزل ياسين صابر وأزعج دفاع المنتخب الجزائري. تتقدم تونس بهذه اللحظات.